بص يا جماعة، ركزوا كده في رقبتها. صاحبها كان رابطها بحبل من رقبتها. نزلت لوزة تحت، كنت عايز كده ايه اوكلها كده وادلعها بعيد عن فاروق. بصوا، دي اول مرة تعمل كده على فكرة، وجاية لي بتتمسح فيا. زي ما تقول لي يا عم انا بحبك وبتمسح فيك، انت جايبني هنا ليه لوحدي كده؟ هي بتحاول على فكرة ان هي بتتمسح فيا، ده هي بتحاول انها تطمن نفسها. شايفين؟ بس هي قليل جدا ما بتتمسح فيا. فهي بتعمل كده، القطة بتعمل كده عشان بتحاول تطمن نفسها، وعمالة تشمشم في المكان، عايزة تشوف المكان ده أمان ولا مش أمان. يا بت أنا جايبك هنا بعيد عن فاروق، يا بت وكلك براحتك كده وأروق عليكي. يا سلام على الحلاوة والجمال ده، ايه ده؟ ايه العسل ده؟ يا بت عسولة عسولة. من ساعة ما جت عندي ملعبتش ولا مرة، عايز أشوف تعرف تلعب ولا لأ. خايفة؟ خايفة. خايفة من الكورة. انا جبتها تبني، بس انا يعني، هو انت صاحبك ما كانش بيلعب معاكي؟ بص يا جماعه ركزوا كده في رقبتها. صاحبها كان رابطها بحبل من رقبتها، ما كانش بيلعب معاكي خالص. هي لوزة كانش بيلعب معاكي. طب ما تجرب تاني كده، نديكي الكرة، عايزين نشوف رد فعلها مع الكرة. مش عايزة تلعب، مش عارف مالها. حاضر حاضر، الاكل على النار اهو. حاضر، بص هنا في فراخ، هنا في بطاطس، اللي انت هتوزيها اديهولك. الاكل بتاعها اهو. هي بتحب راس الفراخ جدا جدا، ومتعودة تاكلها كتير، ودي بطاطس. تعالي تعالي كلي. ايه؟ ايه مالك مالك مالك؟ ايه الحب فجأة ده؟ ايه الحب فجأة ده؟ انت مش ميتة من الجوع فوق وانا فاروق بياكل اكلك قلت انزلك تحت تاكلي؟ ايه ده؟ مالك متاكلي؟ الديل ده بيعمل ايه في الكاميرا؟ مش عارف انا. قول يا حبيبتي، هتبدأي بايه بقى؟ اكيد طبعا راس الفرخة. انت بتموت في حاجة اسمها راس فرخة، بتموت في راس الفراخ. بصوا يا جماعة، راس الفرخة بيكون فيها كمية كويسة من البروتين، بيكون فيها كولاجين، بيكون فيها دهون. راس الفرخة فيها كل حاجة القطة بتاعتك ممكن تكون إنها محتاجة لها. ايه رأيك يا لوزة؟ عجبتك؟ انت بتحب راس الفراخ أكتر مني أنا شخصيا يا كلبة. كولي يا حبيبتي، كولي كولي. طعمها عجبك يا بنت؟ طعمها عجبك؟ ركزي في الأكل. يا ترى هتاكل البطاطس ولا هتاكل راس الفرخة دي كده بس وخلاص خلصنا على كده؟ انتوا رأيكوا ايه؟ هتخلص راس الفرخة وتدخل على البطاطس، ولا مش هتاكل البطاطس أصلا؟ لأنها بقالها يومين كده عمالة تتنك عليا في الأكل، يا بروتين يا مفيش أكل نهائي. اديني حتة، هاتي حتة بت. بت يا لوزة، بت يا لوزة، سيبي حتة الفاروق يا بت أطلع اديها. طب سيبي حتة اللوكا، طب سيبي حتة الكندا، طب سيبي حتة ليانا. فاروق ما يحبش ابدا المسه حتى لمسه صغننه، وهو بياكل المسه كده يرجع لورا خطوتين ويبص لي ويهجم على الاكل تاني، انما دي لا، سايبه المسها عادي خالص. حسبي الله ونعم الوكيل بصراحه في الحبل اللي كان ربطه في رقبتك. بصوا شايفين العظم باين ازاي هنا؟ شايفين ازاي العظم باين هنا؟ هم؟ اهو، اهو. القطه دي وتحت ايدي الفقرات اهي، اهي. ما يغركوش حجمها، ما يغركوش حجمها. بس وديكوا شايفين رقبتها، يعني صاحبها كان رابطها بحبل في رقبتها، ولا بيأكلها كويس ولا بيشربها كويس، لغاية ما شعرها بقى بيقع بطريقة كبيرة جدا. نزلت كمية شعر هتشوفوه في الفيديو، أكيد شفتوه في الفيديو اللي فات. كمية شعر كبيرة جدا. فلا، هي تغذية ما كانش فيه تغذية، أكل ما كانش فيه أكل، رعاية واهتمام ما كانش فيه. يعني انت متخيل قطة تربطها بحبل من رقبتها لمدة شهور؟ اهو شايفين رقبتها عملت ازاي؟ لمدة شهور. لما كلمته قعدت اقول له على الحاجات اللي في القطة دي كلها، اكتشفت انه قال لي لو انت مش عايزها طلعها تبني.
انا كنت بكلمه، عايز اعرف بعض المعلومات عن تاريخها المرضي، اذا كان ديدان اذا كان حشرات. بعرف معلومات عن تاريخها عامة. لقاني بكلمه بقول له القطة فيها وفيها وفيها وفيها. قال لي لو مش عايزها اطلعها تبني، وانا ما كلمتوش في حتة ان انا مش عايزها، وما كلمتوش في حتة ان انا ارجعها له. قال لي لو مش عايزها اطلعها تبني. فيروزة، كملي اكلك. فاروق لو شاف دول مش هيسيبهم، مش هيحلوهم. هجيب لك الكورة بعد ما اكلتي يمكن تلعبي. تعالي. مش عارف انا ليه مش عايزة تلعب من ساعة ما جت. فاروق، لا فاروق فاروق بيخرب الدنيا بالكورة. فاروق بيقلب مو صلاح لما بيلعب بالكورة، لكن انت مش عارف مالك.